مصطفى تاج، الكاتب الوطني لجمعية شبيبة مدرسية ونائب الكاتب العام لمنظمة شبيبة الاستقلالية. اليوم نحن في إطار اللقاء اللي غادي يعرف إعطاء الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتحسيس بأهمية استعمال وترشيد الماء، واللي منظماه الجمعية الشبابية لحزب الاستقلال، جمعية شبيبة مدرسية، منظمة فتيات للانبعاث، جمعية البنات، جمعية التربية والتنمية، منظمة شبيبة الشغيلة، ومنظمة الكشاف المغربي، واللي هي عبارة عن 153 نشاط اللي غادي تنظموا في كافة أقاليم المملكة في جميع جهات المملكة الاثنتي عشر، واللي غادي تكون أنشطة متنوعة فيها حملات تحسيسية، فيها توزيع وصلات إشهارية تحسيسية، وفيها كذلك ما هو مرتبط بالتكوين وما هو مرتبط بالتحسيس. الغاية من كل هذا هو التحسيس بأهمية ترشيد الماء تحت شعار الماء نعمة. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد مدلوكي، عضو القيادة العامة لمنظمة الكشاف المغربي. بالنسبة لهذا الحدث الذي ينظمه حزب الاستقلال اليوم، تبعا للنداء الذي وجهه الأخ الأمين العام للحزب الأستاذ نزار بركة حول سنة 25 أن تكون سنة تطوع، وبعد الأنشطة التي عرفها شهر رمضان الكريم، والتي حفلت بمجموعة من الأنشطة التطوعية التي قامت بها المؤسسات ديال الحزب ومنظماته الشبابية، سواء كانت منظمة الكشاف المغربية عبر ربوع المملكة ككل. يأتي موضوع من أهمية بمكان وله دور في حياة الإنسان وفي حياة الكون ككل، وانطلاقا من قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وما يعرفه العالم والتغيرات المناخية وما يعرفه وطننا العزيز في هذه المادة الحيوية، إلا اختار الحزب أن تكون أن عمليات التطوع المقبلة أن تكون من أجل الماء، سواء في العالم القروي على الخصوص، ولأننا نعلم قيمة قطرة الماء والمياه في العالم القروي. فلا بد أن تكون هناك أنشطة توعوية، أولا بالحفاظ على ما هو بين أيدينا، يعني الأقل ما هو بين أيدينا الحفاظ عليه، وترشيد استهلاك المياه، لأن استهلاك الماء ما نفرحوش كي تيقولوا دائما أننا تنحلوا الصنبور أي الروبيني تنحلوه الماء هابط وتيبقى ضياع، أو شي واحد تيخرج يغسل طوموبيلته أو كذا. ولكن خصنا نفكروا بأنه من المفروض أن ديك القطرة اللي تنضيعوها الآن ممكن نحتاجوها غدا. طبعا أن الله سبحانه وتعالى أنقذ المغرب في الأمطار التي عرفها شهر مارس، ونتمنى أن تستمر هذه الأمطار خلال الموسم ما تبقي من الموسم الفلاحي، ولكن الرجاء في الله كبير. وطبعا الرجاء في ساكنة هذا الوطن وفي شباب هذا الوطن أن يتجندوا جميعا لأجل حماية هذه المادة الحيوية وترشيد استهلاكها، نظرا لأن قيمتها ومكانتها يمكن لك تقطع الضوء على الناس، إلا الماء ما يمكنش تقطع على الناس.